أثر البضاعة لغاية النهارده. المبادرة دي ابتدت من شهور معدودة، أكتوبر سنة 2010. في خلال الكام شهر اللي فاتوا تم جمع 5016 كيس دم. احنا شفنا ان كل كيس دم بينقذ حياة 3 بني آدمين. هذه المبادرة حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها نقدر نقدر نقول ان هي انقذت حياة 15000 بني آدم. الكلام ده حصل من خلال 133 حملة لجمع الدم او التبرع بالدم تم اجراءها في 33 شركة و8 جامعات على مستوى الجمهورية. اعتقد انه ده بلغة الحكومة انجاز يجب ان نتوقف قدامه، يجب ان نحييه، ويجب ان نشكر جمعية مجاهد بشكل واضح لان هي كانت راكبه في كرسي السواق زي ما بيقولوا، هم اللي كانوا سايقين هذه المبادره لغايه كلمه. انجازات مش كده، عملنا انجاز بالتالي ممكن نقف ونستريح ونسقف وخلصنا اللي علينا. ايه رايك؟ هل نقف عند المرحله دي ولا ايه؟ الحقيقه انه احنا من الصبح عمالين نسمع المشكله مرارا وتكرارا، عمالين بنقول المشكله ما هياش صغيره. عايز الخص المشكله، يعني اتقالت قدامنا النهارده كذا مره بالعربي يا جماعه بشكل بسيط جدا جدا. احنا في مصر بنلم تلت الدم اللي احنا محتاجين نلمه. الجمله بسيطه واضحه، احنا بنلم تلت الدم اللي احنا محتاجين نلمه علشان يبقى عندنا مستوى آمن من البناء للناس اللي بتحتاج ده، اللي بيعمل حتى الأم اللي بتنجب، اللي ينزف، اللي احنا النهارده واقفين عند تلت المحتاج ده. احنا محتاجين نضاعف كمية الدم اللي موجودة عندنا 3 مرات. منظمة الصحة ممثل وزارة الصحة، الأستاذ الدكتور منصور جابر رئيس الهلال الأحمر المصري، السيد الأستاذ محمد جمالي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، السيد الدكتور سمين صديقي مدير قسم تطوير النظم الصحية، السيد ابتسام سكان ممثل السفارة المصرية لمصر، السيدات والسادة الحفل الكريم. اليوم نحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، مناسبة لتجسيد معنى جميل وثاني هو معنى العطاء. العطاء لأسمى ما في الوجود، نقطة الدم التي تعني للملايين من البشر الأمل والحياة. اليوم العالمي للمتبرعين بالدم هو مناسبة أسست لها منظمة الصحة العالمية في عام 2004 مع شركائها بالفصل، ليكون كلمة شكر لكل متبرع يجري الحياة لغيره ممن يعرفهم أو لا يعرفهم، وحافظا للمزيد من الناس على التبرع بدمائهم. فكل متبرع بالدم بطل يستحق ما هو أكثر من الشكر. السيدات والسادة، نحتفل بهذه المناسبة اليوم برعاية كريمة من الدكتور علاء الدين العلواني المدير الإقليمي للشرق المتوسط، الذي تمرس من خلال مواقع عديدة لمنظمة الصحة العالمية على التعاطي مع كافة القضايا الصحية الهامة، ومن بينها الطوارئ والعمل الإنساني. ونعلم جميعا أن السلعة الأثمن والمورد الأساسي في أثناء الطوارئ ربما يكون هو الدم، نقطة الدم الغالية التي يحتاجها الجرحى والمصابين ومن يحتاجون إلى التدخل العاجل. ولذلك فإننا نثق أن تعزيز ثقافة التبرع الطوعي المنتظم غير مشروع الأجر بالدم هي أولوية من أولويات المدير الإقليمي، حتى يأتي يوم نعلن فيه أن بلدان إقليمنا كلها تعيش هذه الثقافة واقعا ملموسا. السيدات والسادة، يسعدني أن أقدم لكم الآن معالي الدكتور علاء الدين العلواني في كلمة إليكم فليتفضل. يحتفل العالم بأسره باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ومن خلال هذا الاحتفال ستكون هناك العديد من الفعاليات التي تهدف إلى إذكاء الوعي في مدى الحاجة إلى الدم الآمن، وكذلك منتجات الدم الآمنة. كما نريد من خلال هذا الاحتفال تقديم الشكر والثناء لجميع المتبرعين
دون مقابل، والذين أيضا يتبرعون بدمائهم كهدية منهم لإنقاذ الأرواح. ويسعدني جدا أن نحتفل هذا اليوم في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط بهذه المناسبة. نحن نعلم جميعا أن عمليات نقل الدم ومنتجات الدم تؤدي إلى إنقاذ ملايين الأرواح كل عام، وتؤدي أيضا إلى إطالة مأمول الحياة وتحسين جودة الحياة لدى المرضى الذين يعانون من أمراض مهددة للحياة. نعلم أيضا أن هناك حوالي 92 مليون تبرع بالدم تجمع سنويا في مختلف أنحاء العالم، ولكن للأسف الشديد نصف هذه التبرعات تجمع في البلدان عالية الدخل، رغم أن هذه الدول تشكل فقط 15% من سكان العالم. إذن نحن ما زلنا في حاجة إلى إذكار ثقافة التبرع بالدم بدون مقابل. ما زلنا في حاجة إلى جهود المجتمعات المدنية والقطاع الحكومي وكافة القطاعات على مستوى الدولة لإذكار هذه الثقافة حتى نصل إلى ما نصل إليه في 2020 أن نعلن أن جمهورية مصر العربية وصلت إلى الحد إلى التبرع بنسبة 100% بدون مقابل وتبرع آمن. خالص الشكر لكافة العاملين في مجال نقل الدم. خالص الشكر لكافة المتبرعين الأبطال، وأتقدم إليكم جميعا بخالص الشكر والتقدير وشكرا. أنا بالجمعيات تركت هذا النشاط لأنه نشاط متعب، إن أهم شيء فيه سلامة الدم وهذا موضوع دقيق، ولكننا أحد الجماعات القليلة التي لدينا لنا بنوك للدم. لنا حاليا 6 بنوك في الدم، البنك الرئيسي في القاهرة، وبنوك صغيرة في الإسكندرية وفي الجيزة وفي قنا وفي الغربية وفي البحيرة، وجميعها تعمل بالتنسيق المتكامل مع بنوك وزارة الصحة. ونرجو أن يكون هذا الاحتفال الاحتفالات الصحة العالمية وشاركت فيه وزارة الصحة الدكتور عادل أبو زيد الدكتور عادل يكون حافزا كبيرا لتوفير احتياجات مصر من الدم في وقت السلم، ولأنه في وقت الكوارث بيكون في وفرة من الدم. أنا أتذكر أيام الزلزال سنة 92 كنا اضطرينا إحنا وزارة الصحة نحرق كميات كبيرة من الدم اللي كان بيتبرع بيها المواطنين. وشكرا لهذه الدعوة. منظمة الصحة العالمية بتدعمنا، قالت لنا روحوا اشتغلوا في الجامعة واحنا هندعمكم. يوم زي ده الناس كلها كانت بتتطلع ليه. لما انا اجي اتكلم مع حد في الجامعة او حد في الشركة اقول لهم يا جماعة احنا ورانا منظمة الصحة العالمية، اشتغلوا معانا وهيبقى في تكريم من منظمة الصحة العالمية ودعم من منظمة الصحة العالمية وتقديم للنصيحة، لان التوجيه ده هو اللي خلانا نتحرك. اتحركنا لشركات كتير، اتحركنا للجامعة. السنة دي الحمد لله اشتغلنا مع حوالي 6 جامعات، والهدف الاساسي بتاعنا من ان احنا نخلي الشباب اللي في الجامعة يبتدي يفكر يعمل حاجة نافعة للمجتمع بتاعه. التبرع بالدم ده حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن الشباب يشتغل عليها. احنا الفكرة بتاعتنا بدأت احنا قاعدين 3-4 مع بعض بنفكر في فكرة، والافكار دي كلها ممكن تطلع من الشباب. فممكن كل شاب وشابة من الشباب اللي قاعدين معانا دول يطلعوا بافكار عظيمة نقدر نحل بيها مشكلة الدم في مصر. انا احب اشكر كل الشباب اللي موجود معانا، كل الشركات اللي اشتغلت معانا. أنا سعاد محمد من إيفرتون.
دكتور هنا ثاني هنا ثاني هنا ثاني هنا معايا كده